الممارسة الديمقراطية لأي دولة زي مصر في البداية بتاعتها بتبقى هشة ضعيفة، عقبال ما الناس تعرف تشتغل بده وتتحرك وتحكم نفسها وتدير أمورها بشكل ديمقراطي بياخد سنين. اللي أنا شفته بصراحة إن الناس خدت النظام السابق، خد الديمقراطية سلم يصعد بيه إلى السلطة. طب زق السلم وقعه، إيه رأيكم؟ لا، ده خد السلم معاه فوق، خد السلم معاه فوق. يعني ما حد مش اقسم بالله تاني انا اتقال لي احنا جايين نحكم 500 سنه، احنا جينا عشان نحكم 500 سنه. طب ازاي انت هتحكم اذا رضي الناس بحكمك؟ انت هتحكم طالما الناس راضيين عن ادائك، انت هتحكم طالما الناس قابلينك. لكن انت هتحكم وتقهر إرادة الناس؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم من الكلام ده كويس، ادى للناس حرية اختيار عبادته من عدم عبادته. عارفين يعني ايه؟ يعني خيرهم بين ان هم يؤمنوا بيه او لا يؤمنوا بيه، ويوم القيامة يقفوا كل واحد يدافع عن اختياره. اخترت كده ليه؟ يرد يقول وانت عايز تحكمني ومتصور انك انت معك الحق والحقيقة، الحق المبين مع حضرتك، واحنا كلنا بقى مش كويسين، وانتم هتعلمونا الدين والصلاح ولازم تستحملوا ده وتقبلوه، غير كده لا مش هنسيبكم. لا 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 لا. الشعب المصري إرادته حرة، إرادته حرة، يختار من يشاء يحكمه، ونحن أمناء على هذه الإرادة. الجيش والشرطة دلوقتي أمين على إرادة الناس في اختيار حكامها. صحيح. اوعوا تفتكروا ان الامر مش واضح بالنسبة لنا او ان احنا ايدينا، لا لا، احنا نعرف ربنا كويس قوي وهنقف قدامه، واحنا ما بنخافش من الموت، احنا بنخاف من لقاء الله اللي هيحاسبنا. فلو كنا احنا متأكدين ان اللي احنا بنعمله ده على الحق فما فيش مشكلة خالص في الموت خالص. الموت ده جاي فين وازاي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن إرادة الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خيرهم، حد يستطيع ان هو الإرادة ديت يسلبهم إياها واحنا موجودين؟ ده الكلام اللي انا قلته. لا، نروح نموت احسن، نموت احسن.